طيب هي المشاكل الاساسيه بتاعت زراعه الاسنان هي مشكله وقت ومشكله كوست. مشكله الوقت ان انا بعد ما بنحط الزرعه بنبدا ننتظر ان يبدا الجسم يكون عظم حوالين الزرعه عشان اقدر ان انا اركب عليها بشكل امن. الحاجه الثانيه ممكن يكون العظم فيه مشكله او اللثه فيها مشكله بتاعه الفك، فبالتالي احتاج ان انا استنى وقت اكتر ان يكون عظم، او احتاج ان انا اعمل زراعه عظم قبل عمليه الزراعه. فدي الجزء الخاص بالوقت. الجزء الثاني خاص بالتكلفه، ان انا كل ما الكواليتي بتاعت الزرعه بتاعتي بتزيد كل ما التكلفه بتاعتها بتكون اكتر. في عنصر تاني برضو ممكن يبقى من السلبيات لبعض الناس، هي لو حد عنده مشكله صحيه تاثر على تكوين العظم حوالين الزرعه. لو حد عنده السكر بتاعه عالي وان كنترولد، يبقى في الحاله دي انا ما اقدرش اعمل له زراعه، لان في الحاله دي هتبقى الريسك ان الزرعه دي تفشل او ما تمسكش في العظم كبير جدا. لو احنا بنتكلم على مخاطر ممكن تكون موجوده، ممكن مخاطر تكون موجوده في حالات ان انا عندي العظم فيه تاكل وقريب من العصب، فبالتالي انا لازم استخدم شورت امبلانتس، او في الحاله دي هعرض العصب بتاعي ممكن يحصل له انجري ويبدا يعمل تنميل في اللثه.